النهارده بقى بنتكلم عن ماتش القمة عشان نجيب شوية ريتش كده وشوية تفاعل. يمكن الماتش الوحيد في الكرة المصرية اللي بتفرج عليه. بقول يمكن اهو بيكون أحسن ماتش في الدوري المصري، بس أنا مش متابع وكده يعني. كبداية لقيت ماتش ماشي بالتصوير البطيء. قيم اللعيبة لو هقيم على أساس اللي أنا بشوفه بره، فأقصى واحد ممكن ياخد له 0 من 10، أقصى لاعب. بس برضه قدرنا بنشوف اللعيبة اللي هتروح المنتخب عاملة إزاي في أهم ماتش. المفروض إن هم يأدوا أحسن أداء. فبص يا أخويا، قال لك إمام عاشور بيعمل لك واحدة رابونة، فاكر نفسه مارادونا، وتطلع في الأوت. واحدة لو عمل زيها فينيسيوس جونيور في نفس الوضع في ريال مدريد، كلنا هنشتمه من أول المدرب بتاعه. يجي حسام عبد المجيد اللي داخل أصلا مهزوز وهو بيشوط ضربة الجزاء، وين إن هو هيضيعها. وتريزيجيه اللي بيضيع ضربة الجزاء على طريقة جون تيري في نهائي دوري الأبطال 2008. حاسس إني عايز أغسل عيني بأي ماتش أوروبي بسرعة. امتى بقى هنشوف الكرة المصرية زي الكرة الأوروبية كده؟ امتى؟ امتى هيبقى عندنا 11 صلاح و11 مرموش وأكتر كمان؟ امتى؟ لكن أنا متأكد إن طول ما المنظومة الحالية دي موجودة، عمر الكرة المصرية ما هتتقدم.